اكو فد يوم واحد دا يمشي ويا عنزه معلقه برقبتها جرس، ويا جلكم الله حمار، دا يمشي ورايح لمدينه معينه، فشافوه ثلاث حراميه واتفقوا انه يبوقوه. فالاول قال انا اقدر ابوق منه العنزه بدون ما يحس، والثاني قال انا اقدر ابوق منه الحمار وبكل سهوله، اما الثالث فقال لهم شغلتكم سهله، انا حتى ملابسي اقدر ابوقها. فبلشوا وراح الاول بخفه كامله، وخر الجرس من رقبه العنزه وخلاه بذيل الحمار، بينما الرجل كان يمشي وغافل. مشاله مسافه التفت لقى العنزه ماكو، فعرف انه هو مباق، فاخذ حماره ورجع يمشي بيه ويدور عسى انه يلقى الحرامي اللي باق منه العنزه. فاجا الحرامي الثاني قال له عمي ايش بيك خايف وجهك متوتر ايش محتاج؟ قال له اكو واحد باق مني العنزه مالتي وما اعرف وين، شو وكيت شلون صارت ما ادري. قال له ايه توني لقيت واحد شايل بيده عنزه ويركض باتجاه الغابه، لحق عليه يا حجي حرامات هاي العنزه تروح منك. فالحجي شاف نصيحته حلوه قال له دخلي الحمار يمك لعد اروح اجيب العنزه واجي، وراح ركض للغابه. وطبعا يا عزيزي كذب، لا اكو رجال يركض باتجاه الغابه ولا شيء. فاخذ الحمار وراح بيه، فرجع صاحبنا وما لقى الحمار، فظل يبكي ويتألم ايش راح يصير بيه وشلون. فمشى مسافه لقى فد رجل قاعد على جدول مال مي ويبكي، فسأله قال له عمي ليش تبكي؟ قال له اني فتت منه وكنت شايل كيس بيه دنانير ذهبيه، ووقع من عندي الكيس بالمي وهسه اريد اطلعه ودا ابكي عليه. فقال له شنو المشكله؟ جيت بالمي وطلعت دنانير. قال له حجي انا خاف جيت بالمي، واني بالنسبه لي اللي جيت ويطلع لي دراهمي ودنانيري انطيه 20 دينار ذهب. فالحجي قال لك هاي فرصه خل اعوض خسارتي، نزع ملابسه ونزل بالمي، دور ما لقى شيء، العينتين بوق الملابس وانهزم. شوف يا عزيزي هاي القصة تنعاد للأسف ويانا دائما، لأن هاي القصة هي عبارة عن رمزية تشير إلى أخطر ثلاث أمراض تواجه النفس. المرض الأول هو مرض الغفلة، احنا دائما بحياتنا غافلين ونمشي بالدنيا وعبالنا الدنيا تدوم لنا، وإذا بالأقدار تسرق أجمل الأشياء من عندنا ويروح العمر وإحنا ما مدركين. ليش؟ لأن أكو غفلة. فالإنسان الواعي ما يغفل ويظل باله دائما يا رب العالمين حتى لا تنسرق حياته. أما المرض الثاني انه النفس دائما لما تتاذى تلجا للخلق وما تلجا للحق. يعني العينتين هنا بالقصه الاشاره لما راح لهذا الرجل واخذ منه النصيحه خسر. ليش؟ لان الانسان لما يتالم المفروض اولا يتوجه لله سبحانه وتعالى وبقلب كثير ويقول له يا رب انا محتاج، يا رب انا ما عندي، يا رب انا واقع بمشكله خلصني انت ربي انا وين اروح؟ فالنفس تدرك ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن مع ذلك هي ما تروح، لا تروح للخلق وتترك. المرض الثالث والأهم اللي هو مرض الطمع، وهذا المرض جدا مزعج، لأن هذا المرض يخليك تحتاج ناس أو تسمع من كلام من ناس هم فلسين ما يسوون. بسبب الطمع راح تسلط عليك ناس فلسين ما تسوى، تحكي عليك توجه لك كلام مو زين،